كل سنة وانتوا طيبين ودايما فرحانين وسعداء ومتهنيين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين، اللهم آمين. ده كان أكلنا أول يوم العيد. عايزاكم تكتبولي في التعليقات بتاكلوا إيه أول يوم العيد. إحنا كلنا لحمة ضاني محمرة كباب ورقاق وفتة. إيه رأيكم؟ شايفين الجمال؟ الله أكبر، بسم الله تبارك الله. مش رقاق، ده ايه ده؟ ملفي، حاجة كده يعني جميل جمال مالوش مثال. شايفين الحلاوة؟ بصي بقى، جبت اللحمة الضاني ده زند ومتقطع، ومزود لي عليه كده كام حتة لحمة من قطعية تانية، لان الزند بيبقى يعني وزنه صغير، يعني ده زند. بصوا بقى التتبيلة بتاعته، هتقولي لي ايه؟ شوية فلفل اسود بس. اه والله التوابل بتاعته فلفل اسود بس. ورحت بشرة بصلاية وخدت المية بتاعتها عصرتها عليه بس كده. طب والتفل يا ايمو هترميه؟ لا وحياتك مرميه ابدا، انا هشيله في كيس في الفريزر ابقى احطه على كفتة بعد كده. بس يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول كده ونبدأ. الطاسة اللهلوبة بتاعتي ويا دوب بوزة سمن صغنونة او زيت الموجود المتاح عندك، سخنيها كويس قوي وانزلي بالسمنة او الزيت، وادي بقى حتة اللحمة كده صدمة كده ولون بسيط قوي. ما تستنيش عليها لما تنشف خالص، لا يا دوب لونها يغير وتاخد ايه، لسعة بسيطة كده من على جنب بس كده زي ما انت شايفة. ما عنديش طاسة، اعملي في الحلة، في اي حاجة عندك، اي حاجة تكوني بتحبيها اعملي فيها، مش هتقول لا. لحتى لو عندك طاسة صغنونة اعمليها على كذا مرة، مش مشكلة ابدا. شايفة لونها عامل ازاي؟ بصي خدت لون جميل ازاي، لون لسوعة كده خفيفة. ما تستنيش عليها اما تحمر 100%، انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها يا دوب تتشمع كده ويتغير لونها بس كده. يلا صلي على النبي بقى، صلي على النبي ودوسيلي لايك كده وشيري. هتحتاجي الفيديو ده، اسمعي كلامي وحياتك هتحتاجيه. انا بقولك اهو هتحتاجيه ان شاء الله. اكلها جميلة وهتعجبك، وان شاء الله تعزمي على حبايبك عليها، وهتحتاجي الفيديو ده شيريه واحفظيه عندك. بصي الجمال. شايفة الحتة الأخيرة دي؟ بتبقى الحتة دي في الزند كده حتة لحمة، وفي الآخر كده زي حتة كوارع، يعني زي كارع كده على عظم. بتبقى جميلة أوي للي غاويين مصمصة وقرقضة. خلصت تحمير اللحمة خلاص، خدت صدمة كلها، رحت رداها تاني بقى كلها في الطاسة كده، ونزلت بمية البصل، ورحت نازلة عليهم بكوباية مية وحطيتها على النار. أول ما تغلي هدي عليها النار وسيبيها بقى تشكشك مع نفسها، وكل ما ميتها تخلص ادي كوباية مية لحد ما تلاقيها استوت وبقت زبدة، والملح آخر حاجة. والعين التانية هنعمل بقى ايه؟ الصلصة بتاعت الفتة. شوية توم كده هنصفرهم في السمن، وننزل عليهم بربع معلقة خل. شم الريحة، الله ريحة تجنن. وانزلي بكيس الطماطم المتصلصلة اللي كنت عملته معاكم قبل كده في فيديو قبل كده. بس كده، بس دي تقيلة قوي، لا ما تخافيش، هنلحلحها بكبشتين 3 4 شوربة كده. طب والتوابل ايه؟ شوية ملح على شوية فلفل اسود ومعلقة سكر بس كده. يلا حطيها على العين التانية كده وهدي النار عليها وسيبيها تعيش مع نفسها كده بتاع ايه، ربع ساعة. خلاص خلصنا من الصلصة كده، خلصنا اللحمة وكده خلصنا الصلصة بتاعت الفتة. يلا بقى ارجعي لي بطاسة كمان. هنجيب الطاسة اللهلوبة بقى الكبيرة التانية، حكيم انا عندي 2. ادي التانية حطيت فيها معلقتين سمن بلدي حلوين كده على معلقتين زيت، ونزلت بالعيش بتاعي المتقطع، وقلب قلب قلب كده لحد ما يشخشخ ويشخلل وياخد لون وردي جميل ويتحمر، وتشم الريحة بقى ايه، مش قادرة اقولك بقى ايه، بسكوت قريبة حاجة كده ريحتها في منتهى الجمال، وقرمش وبقى تحفة بس كده. تمام خلص العيش. يلا حطي على جنب. فاضل ايه يا ايمو؟ شوية الرز بقى. معلقتين سمن بلدي كده على معلقتين زيت، وقلب قلب قلب في الرز بتاعك المغسول ومتصفي لحد ما يشخلل ويفلفل كده، وروحي مظبطة الملح بتاعه وانزلي عليه بمية مغلية. اوعي تحطي مية من الحنفية،
مية مغلية عشان يطلع مفلفل وجميل ويستوي يا دوب 10 دقايق وهيستوي ويفلفل ويبقى زي الفل. بس خلاص خلصنا الرز. حطي الشياطة ودخليه على العين اللي جوه. كده خلص اللحمة والصلصة والرز والعيش كمان حمرناه. فاضل ايه؟ صينية الرقاق العجب. صينية الرقاق بتاعت منى مفيش أجدع منها ولا حد يعرف يعملها أبدا. بعمل صينية الرقاق ب8 ورقات. بصي بقى، بسخن الصينية كويس جدا، لحد بسخنها قوي لدرجة ان لما احط معلقتين السمن اللي في قعر الصينية ابص الاقيهم اتقدحوا في ساعتها كده. اول ورقة ببلها من ناحية واحدة، ما تبليهاش من الناحية التانية، يعني الناحية الناشفة تتحط على السمن المقدوح علشان ما تلزقش معاكي. وكل ورقتين احط معلقتين سمن كده سايحين، واخدة بالك؟ خلاص خلصت ال4 ورقات الاولانيين، اروح حاطه العصاج، وبعدين اعمل ال4 ورقات اللي بعد كده. وزي ما قلتلك كل ورقتين احط سمن، مش كل ورقه. والعصاج بتاعي ده اللي انا عملته برضو في فيديو قبل كده في تحضيرات العيد، لو عايزه تشوفيه ارجعي للفيديوهات اللي قبل كده. الصينيه بتاخد ربع كيلو عصاج بس. ونفرد العصاج بتاعنا ونظبط الدنيا كده، وننزل بالورقات. الرقاق الحلو تعرفي ان هو عمال يتكسر منك كده، بيبقى عامل زي البسكوت. اللي مش حلو بقى اللي تبصي تلاقيه جامدة ومعضمة وناشفة، ده بقى تغيري المصدر فورا، ده رقاق مش حلو. وبعدين عايزه اقولك الشوربه بتاعتي دي مش شوربه ضاني، لا، انا اللحمه الضاني ما سلقتهاش زي ما وريتك كده، دي شوربه لحمه كانت عندي بشيلها في اكياس في الفريزر. عايزه اعمل رقاق، عايزه اعمل منها حاجه، حطيت منها للرقاق وهعمل منها الفت. يلا بقى نعمل ايه؟ اخر حاجه بقى. اولا الرقاق خلاص كنت مولعه الفرن، حطيته على الشبكه الوسطانيه على درجه حراره 200. بصي طلع عامل ازاي. لازم اقلبه وادخله تاني الفرن يقعد 10 دقايق عشان الناحيه التانيه كمان تبقى زي الورد. بصي بقى، بصي اما هيتقلب، بصي تطلع متساويه بقى الناحيه التانيه، بصي تطلع جميله ومتساويه ازاي. دخليه بقى تاني 10 دقايق برضو على الرف الاوسط وهيخرج ورد. نعمل بقى ايه؟ صينيه الفته بتاعتنا. حطيت العيش المقرمش بتاعي وشلت شويه على جنب، هقولك هنعمل بيهم ايه. وبعدين انزل بالرز، وفي الاخر احط الصلصه. هتقولي لي ما حطيش تيش ليه من الصلصه على العيش؟ لا، ما بحبش احط على العيش الا الشوربه بس. وبعدين ما بحبش اكتر الشوربه، احب يبقى فيه كده قرشه بسيطه كده، ما احبوش يبقى معجن وعامل زي يعني تسقيه البط اللي بيقولوا عليه، لا، احب الشوربه ما تكونش كتيره، ما تكونش معجنه. بصي الجمال بقى، شايفه الرز مفلفل وجميل ازاي. مش عايزين ننسى الدعاء بتاعنا بتاع سيدنا الخضر اللي بيملى بيوتنا خير وبركه ورزق وستر من عند ربنا. ربنا يستركم ويسترني يا رب. وادعوا دعوه الحلوه لماما والنبي، ربنا يشفيها وينجيها من اللي هي فيه يا رب العالمين، وتقوم لي بألف سلامه يا رب. يا رب نجيها واشفيها وتقوم لي بالسلامه يا رب العالمين، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمه فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. وافتحها في وشنا واسترها معانا، وارزقنا برزق عيالنا، وارزقنا برهم، واصلح حالهم ونجح مقاصدهم، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر ولاد الحلال الحرام، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. شايفه فصوص زبده اللحمه عامله زي فصوص الزبده، استوت وبقت جمال. نسيت اقول لكم ان انا طفيت فحمايه عشان تبقى ريحتها ريحه الكباب، تجنن تجنن، مش قادره اقول لكم على جمالها. بصوا الرقاق وجماله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الحلاوه؟ مش رقاق، ده ملفيه، تحفه تحفه. اللهم صل على النبي. يلا يا ولاد بقى، اوعوا تنسوا اللايك واوعوا تنسوا الشير.